كل ما بتعملي كفتة بتفك منك وبتطلع ناشفة ومش بتطلع مش زي بتاعت بره بتاعت الحيتي الحلوة جدا المتماسكة الجوسي من جوه والطرية، يبقى الفيديو ده ليك. هنعمل كفتة النهاردة، كفتة اقتصادية جدا وسهلة جدا ومضمونة وهتطلع معاكي في منتهى الجمال، هتشرفك في اي عزومة. هنعمل النهاردة كفتة البرغل بطريقة مضمونة جدا، هتطلع معاكي متماسكة مستحيل تفك منك. اتبعي كل الخطوات والتفاصيل اللي هقولها في الفيديو ده عشان تطلعي احلى كفتة ممكن تجربيها بعد كده. عشان نحضرها بقى كده بنسمي بسم الله، ولو كنت مش مشتركة في القناة اشتركي وفعلي الجرس. ويلا نبدأ في المقادير. في الكبة كده هجيب كده بصلتين كده يكونوا وسط، مش كبار ولا صغيرين، يكونوا وسط كده معايا. ببدأ ان انا كده اغسلهم وانضفهم وبعد كده بقطعهم وبحطهم في الكبة كده، بقطعهم يتفرموا معايا كويس جدا. بعد كده بجيب قرن كده فلفل حار وبرده بضربه مع البصل كويس قوي. بعد ما البصل معايا كده اتضرب واتفرم كويس جدا، ببدأ ان انا اجيب البصل كده واصفي منه المية كويس جدا جدا. اول خطوة لنجاح الكفتة ان انا يعني ما تكونش فيها اي سوائل زيادة، فببدأ ان انا كده اخد تفل البصل بس بصفي منه المية الزيادة، وهقول لكم بعد كده هنعمل بايه بالمية ديت ونقدر ان احنا نستخدمها في ايه. بس اهم حاجة بس بصفي البصل كويس قوي من المية الزيادة. عشان النهارده احنا عاملين كفتة البرغل، فهنا معايا نص كوباية من البرغل الناعم، غسلتها غسلة كده خفيفة وما ما نقعتهاش خالص، يا دوبك وهي بتتغسل بتبدأ ان هي حبات البرغل تتفتح. احنا عايزين حبات البرغل دي تتفتح وتشرب بطعم البصل اللي انا اقول لكم عليه دلوقتي. التوابل بقى بتاعتنا معايا هنا السبع بهارات، كزبرة ناشفة، بابريكا، شطة وكمون وشوية من الكزبرة الناشفة وطبعا شوية من الفلفل الأسود وشوية من ورق اللورة المطحون وشوية من القرفة. الملح طبعا معلقة صغيرة من الملح، والتوابل دي من كل حاجة كده نص معلقة. هنا بقى كده حطيت ايه، بحط بقى كده هنا مية البصل اللي احنا صفيناها من البصل نفسه. ببدأ ان انا هنا استخدمها وببدأ ان انا ازود بيها شوية شوية على البرغل ده. البرغل ده زي ما قلت لكم انا ما نقعتهوش، انا يا دوبك غسلته، واثناء الغسيل طبعا بيتفتح شوية وبينفش معايا، ولكن هو لسه ما اتنقعش ولسه ما طريش معايا. فانا عشان اطريه وياخد من طعم ونكهة الكفتة كده وطعم البصل والتوابل اللي احنا حطيناها بزود عليه مية البصل. طب هتقولي لي احنا ليه صفينا البصل من البداية؟ دوت علشان البصل اللي انا استخدمته هنا بصل احمر، فبيديني كمية مية وسوائل من البصل دوت كتير، فطبعا احنا مش محتاجينها. فببدأ ان انا اصفيه وبعد كده اخد الكمية اللي انا عايزاها. ببدأ بقى كده ان انا اعجنهم كويس جدا مع بعض كويس قوي. انا هنا حطيت الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم عشان نسيت احطهم من البداية، وبعد كده بعجنهم كويس جدا 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 مع بعض لحد لما اتاكد ان البرغل دوت شرب من التوابل وميه البصل وكل حاجه. الخلطه دي بقى كده اخدها واحطها في التلاجة مده لا تقل عن ساعه، تقعد ساعه كده علشان حبات البرغل تتشرب من السوائل بتاعه ميه البصل والطعم كله ياخد من بعضه وتنفش كده وتبقى معانا طريه. بعد الساعة بقى كده بطلعها من التلاجة، بيكون هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، تكون كده مفرومة وشين عشان تبقى كده ناعمة معانا. وببدأ ان انا احطها كده على الخليط البرغل والبصل اللي احنا عملناه. يفضل طبعا ان اللحمة يكون فيها نسبة من الدهون علشان الكفتة تبقى معانا جوسي وفي نفس الوقت تبقى ليها طعم كده ونكهة زي اللي بنشتريها من بره. بحط كده كمان بعد ما حطيت اللحمة نص باكو من البيكنج باودر او نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر على النص كيلو من اللحمة المفرومة. وببدأ ان انا احط معلقتين من البقسماط وببدأ بقى ان انا اقلبهم واعجنهم كويس جدا. الخلطة دي كده كلها مع بعض كويس قوي قوي. اهم حاجة بس اللحمة يكون فيها نسبة من الدهون عشان تخلينا الكفتة طرية كده وجوسي وطرية من جوه، علشان برضو وفي نفس الوقت لو الدهون ديت كترت بتخلي الكفتة معانا تفك. فنسبة الدهون بتبقى 20% على كيلو اللحمة. يعني لو هتعملي كيلو لحمة فيبقى من عليه 200 جرام من الدهون اللي هو البوش او الدوش. ببدأ بقى كده بعد ما عجنت كل الخلطة ديت اللي معانا، ببدأ ان انا احطها في الكبة اللي انا فرمت فيها البصل. ببدأ ان انا افرمها كويس قوي بحيث ان الكفتة تتسمخ كده معايا واتأكد ان هي ناعمة. البرغل اتأكد ان هو ناعم واتطحن وتداخل مع اللحمة كويس جدا. دي خطوة مهمة جدا علشان الكفتة تسمغ معاكي وما تفكش منك. لو كانت فكة في المرحلة دي فهتفك منك اثناء التسوية. انتوا شايفينها ما شاء الله مسمغة ازاي، كل حاجة مسكت في بعضها وبقت متماسكة جدا.
وبعد كده ما اتفرمت كويس جدا كده في الكبة بالشكل ده، بجيب كده شوية كده من البقدونس المفروم كده، بكون مقطعاهم كده مفروم كده رفيع كده او صغير، وببدأ ان انا احطهم على الكفتة، خلطة الكفتة ديت بالشكل ده، وبقلبهم كويس جدا مع بعض. وطبعا التسميغة والتماسك بتاع الكفتة واضح وبيتحدث عن نفسه. علشان بقى نديها بقى طعم كده وريحة الكبابجي كده والنكهة بتاعة الحاتي، ببدأ ان انا اجيب فحمة وهي نية لسه ما استوتش ولا اي حاجة، وهي عجينة كده، بحط كده فحمة وبحط عليها شوية من الزيت وبغطيها، والبخار بقى كده والدخان بتاع الفحم دوت بيدخل بقى كده في اللحمة، بيخلي طعمها في منتهى الجمال. جربوها هتدعولي بجد. بعد كده بقى كده لو احنا هنفرزها، فبنبدأ ان احنا نجيب كده اطباق من الفويل، ونبدأ ان احنا نصبع كده الكفتة ونحطها في الاطباق دي. لو هتسويها على طول، فببدأ ان انا اجيب كده الصينية بدهنها شوية من الزيت، وببدأ كده ان انا اجيب سيخ، معلقة عصيان الشيش طاووق، ببدأ ان انا اصبع عليها الكفتة. مية البصل اللي اتبقت مننا برضو ديت مش برميها، بستخدمها في عملية تسميغة الكفتة او تصبيع الكفتة على السيغ. ببدأ كده اخد قطعة من الكفتة او عجينة الكفتة بالشكل ده، وببدأ ان انا كده اسمغها، اخد شوية من مية البصل كده ابل ايدي، وبعد كده اصبعها بيها على السيخ بتاع الكفتة بالشكل ده. يعني اي معلقة ممكن تقدري تعملي عليها، اي معلقة خشب زي ما قلتلك، عصاية الشيش طاووق، اي حاجة تصبعي عليها الكفتة بحيث ان هي تبقى مفرغة من جوه وجميلة كده وهشة في نفس الوقت. برضو كده اعمليها المقاس اللي انتي حباه. انا بحب المقاس الوسط، ولا تخين قوي ولا رفيع قوي ولا الطويل قوي ولا القصير قوي، برضو على حسب يعني انتي عايزه تعمليها ايه. بعملها كده الكميه كده كلها، بعد ما بخلصها بعد كده بدخلها الفرن بالشكل دوت على درجه حراره 180 درجه حراره كده وسط، وتاخد بس لون من تحت، وبعد كده بشغل عليها الشوايه. تقدري ان انتي تلمعيها كده بشويه من السمنه معاها معلقه صغيره بس من الصلصه، بتدينا لون تحفة. لو انت حباها كده بتلمع كده وجميلة، ولكن هي تحفة كده. بعد كده ما بتخلص كده حطيت شوية من البقدونس كده من تحت، وشوية كده من البصل عليهم كده شوية من السماق، وبدأت ان انا اقدمها كده، بتبقى خطيرة في منتهى الجمال بجد. جربوا وصفة كفتة البرغل بالطريقة ديت وبالتكنيك دوت، هتطلع معاكم انجح كفتة ممكن تجربوها. يا رب ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو محتاجين اي وصفة اكتبولي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هنفذها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفة جديدة. باي باي.